أهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم على حاجة أساسية لكل واحد عايز يشتغل في مجال الاي تي، وهي أهمية قراية الجوب ديسكريبشن كويس قبل ما تقدم على أي وظيفة. ليه؟ لأن الجوب ديسكريبشن مش مجرد إعلان، دي الخريطة اللي بتحدد إيه المطلوب منك وإيه اللي الشركة مستنياك تعمله لو اشتغلت معاها. يلا نبدأ. النهارده هنتكلم على وظيفة أساسية موجودة في أي شركة تحت إدارة الاي تي، وظيفة الاي تي سبورت أو الاي تي هيلب ديسك. هي الخط الأول للدعم الفني في أي شركة. هنفتح مع بعض مواقع التوظيف ونحلل الجوب ديسكريبشن اللي قدامنا واحدة واحدة، وهنعمل مقارنة بينهم في جدول عشان نشوف ايه المطلوب، الشهادات وعدد سنين الخبرة. تعالوا نفتح مع بعض ويب سايت زي وظف ونسيرش على اي تي هيلب ديسك كوظيفة. أول حاجة هنمسك إعلان من الإعلانات المحطوطة في الوظائف وهنشوف هو عايز ايه. الشركة دي طالبة اي تي هيلب ديسك، عدد سنوات الخبرة من 0 ل2 خبرة، وحاطط السالري. دي ممكن نقطة كويسة ان انت ممكن تعرف رينج سالاريز بتاع الوظيفة دي ماشي ازاي في السوق. ايه اللي طالباه الشركة؟ طالباه يبقى يعرف حاجات ريليتد للاكتيف دايركتوري، يتشينج الباسورد، يعرف يفهم الفيلانس، يعرف الترانكينج، ده طالب شويه حاجات في النتوركينج، يعرف الفورتي جيت نولج اباوت، عارف حاجات في الان في ار سيستمز بتاعت السيرفيلانس كاميرا، هينستول هاردوير وسوفت وير ديلي اوبريشن، هيعمل ابجريدز لاي حاجه مطلوبه منه، هيعمل تيست السيستمز اللي موجوده مع، ويعمل تريننج لليوزر ازاي يشتغل على السيستم سواء بيشتغل على برامج معينه، هيعمل ترابل شوتنج ويتاكد ان الباك اب مظبوط، تشوف البرنترز، ويعمل في الاخر ريبورتنج للشغل اللي عمله، ويعمل دوكيومنتيشن. الكلام ده. الشهادات المطلوبه في الوظيفه زي كده يكون معاه سي سي ان اي وام سي اس اي. انا شايفهم يعني زياده ان هو يبقى معاه السيرتيفيكتس ديت في بدايه الطريق، لان هو مطلوب بس من 0 ل2 خبره. بس هنقول ماشي، هنا طالبين 2 سيرتيفيكتس دول اذا مصر، واعتقد النولج بتاعتهم تكفي، يعني مش شرط ان انا اكون حاصل عليه. طيب هنروح لموقع تاني زي جلاس دور، من اشهر مواقع برضو التوظيف. هنسيرش على نفس الوظيفه زي اي تي هيلب ديسك او اي تي سبورت او اي تي هيلب ديسك سبورت، كله كلام واحد في الاخر. اختار لوكيشن ايجيبت. هنشوف اعلان يقابلنا مثلا زي الشركه دي. ايه المطلوب منه؟ تكنيكال اسيستنت كمبيوتر سيستم، هيجاوب على اسئله الناس اليوزرز يعني، ويدي لهم الادفايس، الحلول المطلوبه. هيكون الفيرست بوينت اوف كونتاكت للسبورت اللي بيدور على حل المشكله بالتليفون او من خلال تيكتنج سيستم او من خلال الايميلات. المطلوب يدخل ريموتلي عشان يحل المشاكل. ممكن تتطلب ان هو يدخل على السويتشز ويظبط حاجه، يخش على الراوترز، يعرف في الفيلانز، يعرف مشاكل الدي ان اس، لو في مشاكل في الشير فولدرز، الستورج بتاعت حد معين، فايل اند برنت سيرفيس تكون شغاله وقايمه بوظيفتها، عنده فكره عن الاكتيف دايركتوري، ممكن يوزر يكون ناسي الباسورد بتاعته او في مشكله في اللوجن بتاعه ومش فاكرها. مطلوب طبعا ايه؟ يكون بيعرف يحل المشاكل ووقف في مشاكل قبل كده او تطرق ليها، او ممكن احنا نقرا على الانترنت ايه المشاكل اللي بتقابل اي تي سبورت ونحاول نتفرج على فيديوز ازاي بتتحل، برضه تدينا خبره عمليه حتى لو احنا ما رحناش شركات قبل كده. مطلوب يعمل ابجريد للهاردوير والسوفت وير اذا تطلبت، يعني بيحل مشاكل الهاردوير والسوفت وير لو حصل فيها مشاكل، وبرضه هيتشيك مشاكل البرنترز والسكانرز، وعنده في تراك الاسيتس، عنده اكيد عندهم اكيد برنامج هيتراك فيها الاسيتس بتاعتهم الشركه ديت، في ان هو يعرف عدد الايكويبمنت اللي موجوده كهاردوير في الاسيتس كلها الموجوده في المكان، سيرفرز، هاردويرز كده، يتعمل تراكنج ليهم بحيث يبقى منظم الاسيتس عنده. دي طبعا بتساعد كتير قوي ان انت تعرف الترابل شوتنج بتاع الحاجه ديت، تغير لها حصل لها ابجريد للهاردوير امتى، في ابديتس حصلت، في اسيت حصل له دامج فبتضطر توقفه، عرفت الشركه اللي شاري منها الاسيت ايه. معلومات مفيده طبعا في الاسيت تراكنج ده. الشهادات المطلوبه يكون خريج حاجه ريليتد للاي تي او كمبيوتر ساينس، او يكون عنده خبره عمليه تفيد ان هو ينفع يشتغل في مجال الاي تي. عايزين خبره قد 3 سنين، يكون عنده نولج عن التي سي بي اي بي، يعرف اكسل وورد وباوربوينت. الانجليزي، اللغه الانجليزيه مهمه جدا زي ما اتفقنا في المجال بتاعنا. شهاده الكومبتيه A بلس، شهاده اي تي اي ال فاونديشن، يكون معاه شهاده من مايكروسوفت سيرتيفايد عشان بس يقول ان هو جاهز يشتغل في تكنيكال سبورت. يعني مش بستعرض وظائف كتيره، دي مثلا وظيفه تانية اسمها اي تي سبيشالست، اللي طالبين منه ان هو يبقى عنده صوره باك جراوند في الاي تي. برضه نفس الفكره، اسيت مانجمنت لو خدنا بالنا، فهو في اسيت مانجمنت دي مهمه جدا في عالم الاي تي، ان انت تبقى عارف الاسيتس اللي موجوده عندك، الايكويبمنت اللي موجوده عندك في الاورجنايزيشن موجوده فين وعددها قد ايه. طيب من سنه ل2 خبره، نفس الفكره برضه. البوزيشن ده بيبقى دايما سنين الخبره بتاعته تكون بدايه فريش جراديويت، وده بدايتك في عالم الاي تي عامه. بتخليك تعرف تبقى قريب من المشاكل اللي بتقابل اليوزر عشان تبقى لامسها بنفسك وحضرتها بنفسك، فانت بتقعد اول سنتين مثلا قريب من اليوزر وتبقى عارف اغلب المشاكل اللي بتقابل اي يوزر. دي بتخليك لما تروح الليفل اعلى بتبقى عارف اليوزر بيفكر ازاي، وانت قدرت تحل الكلام ده بايدك في اول بدايتك في عالم الاي تي. يكون عنده باك جراوند عن الاي تي انفراستراكشر عامه، ازاي الدنيا راكبه في بعضها، عارف النتورك واصله ازاي، عارف السويتشات، عارف السايبر سيكيورتي، ايه امن ازاي الماشينز اللي عنده ديت، سواء بقى بالفاير وول او يامنها بالانتي فايروس اللي عنده، والنتوركينج والواي فاي، يكون ملم بكل ما هو
يؤكد إن المكان ده شغال بدون أي تهديدات للمكان ده إن هو يوقف الشغل بتاعه، سواء تهديدات cyber security أو تهديدات مشاكل user أو damage لكابلات أو حاجات مش safely محطوطة صح. مش طالبين شهادات معينة، كل ما هو اللي عندك يبقى strong knowledge about الtrouble shooting وتبقى عارف في الIT support. ودي طبعًا زي ما وضحت هي ممكن تتاخد من حاجات over إنترنت على اليوتيوب، search الناس بتعمل support الحاجات إزاي، cases مثلًا في الحياة العملية، وشوف بتتحل إزاي. وظيفة كمان سريعة، دي شركة برضه طالبة نفس الفكرة IT technical support specialist، هيشوف المشكلة يحاول يعزل المشكلة، هيعمل support للusers، هيشتغل برضه على نظام tickets، في desk tickets موجودة أهيّة، هيتأكد من الهاردوير اللي راكب عند الuser تمام، سواء بقى كيبورد ماوس أيًا كان الهارد ديسك كل ده شغال كويس، هيتست الwork station قبل ما تطلع للuser إنها سليمة، هيراجع الinventory برضه، الinventory اللي هو المخزن برضه بنرجع تاني tracking الassets، ركز على الحتة دي كويس أوي، هيescalate المشكلة لlevel أعلى لو هو ما عندوش الحلول أو مش من صلاحياته إن هو يحل حاجة معينة، فيبتدي يescalate المشكلة، بس لازم ينسق المشكلة ما يبقاش بينقل رسالة الuser زي ما هي، لأ هو بيescalate إن هو بيحاول يترجم الuser عنده مشكلة إيه، ويحاول يحلل المشكلة تقريبًا في عنصر معين، فيبتدي يروح لlevel أعلى عشان يعرف نوصل للإجابة ونشتغل as a team work بنعلي المشكلة ونوصلها ونوصفها بالشكل الدقيق. بس أنا كIT support لسه في بداية حياتي ما ليش الصلاحيات الكافية إن أنا أبتدي أحل المشكلة. هيشتغل برضه شغل Active Directory بسيط، عندهم KPI بيشتغلوا عليها، الشهادات المطلوبة يكون عندك ITIL information، يكون عندك الEnglish كويس. كويس، إحنا اتكلمنا في الEnglish ديّة في الفيديو اللي فات، قد إيه الEnglish دوّة مهم جدًا تبقى عارف English كويس، إن عندك knowledge عن الMCSA or MCITP، هو ما طلبش الشهادة نفسها، هو طالب عندك knowledge، ودي بتبان في الinterview، بتبان أنت فاهم والّا مش فاهم. اشتغلت على help desk software قبل كده، اشتغلت على databases أو remote control software قبل كده، إزاي تقدر تcontrol الusers منه، بتعرف تشتغل multitasking skill، يعني تبقى فاتح مثلًا كذا جهاز في نفس الوقت وتحاول تحل مشكلتين في نفس الوقت مثلًا، ممكن ديّة تبقى benefit ليك لو أنت تعرف تعمل الجزئية دي. وطبعًا زي ما شُفنا كده إن team work، إن أنا هescalate المشكلة لteam أعلى أو هاmanage مع الteam بتاعي إن أنا ماسك مشكلة وباحلها، فأنت بيأكدوا إن أنت تشتغل as a player في الteam على نفس الlevel أو level أعلى. عدد سنين الخبرة من 0 ل3 سنين، وده برضه زي ما وضحنا كده نفس الفكرة يعني. يعني دي كمان شركة تانية أو يعني دي مدرسة في الوضع اللي إحنا فيه دوّة، مش هاستعرض كتير ومش هاطوّل عليكم، ده الشكل العام اللي مطلوب، وأنتم خلاص قادرين تطلّعوا الحاجة لوحدكم من غير ما أي مساعدة مني. حد تاني طالب الA+ والN+، يكون عندك knowledge عنهم في الjob اللي اسمها الIT help desk الIT support، عرفنا كده تقريبًا إيه الشهادات المطلوبة. في النهاية ركّز دايمًا على قراية الjob description بالتفصيل، لإن ده اللي هيحدد إذا كانت الوظيفة مناسبة ليك والّا لأ. حاول تسأل نفسك، هل عندي المؤهلات المطلوبة؟ هل المرتب مناسب لتوقعاتي؟ هل المميزات تغطي احتياجاتي؟ هل الشهادات المطلوبة عندي؟ هاحاول أطوّر من نفسي عشان أقدر أجاوب على الوظيفة اللي أنا متارجتها، عشان المرّة الجاية لمّا آجي أسيرش هابقى أكون مُلِم بكل الحاجات المطلوبة، لإن أغلب الطلبات بتبقى نفس هي من جميع الشركات، هاشوف إيه الطلبات الcommon أكتر حاجة ما بين الشركات في نفس الjob title اللي أنا عايز أتارجت إن أنا أتوظّف فيه، وأحاول أكوّن وأشتغل على نفسي لغاية ما أوصل لأحسن حاجة، بحيث إن الشركة أول ما أقدّم لها الCV بتاعي تلاقيها مناسبة لطلباتها وتوقعاتها. لو عندك أي سؤال اكتبه لي في التعليق، وما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. شكرا لكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.